هي دي بقى كيكة الفزع الترند اللي قلبين عليها الدنيا، واللي يقول وحشة جدا والبلوجر طبعا كالعادة بيقولوا خطيرة جدا. طب ايه رأيكم النهاردة؟ انا عملتها لكم بطريقة سهلة ومقادير اقتصادية جدا وبحجم عائلي وما كلفنيش 70 جنيه. كيكة شوكولاتة ببيضتين بس يا جماعة، وكوباية لبن وكوبايتين دقيق، هتعملي احلى كيكة شوكولاتة في الدنيا. سهلة واقتصادية وبجد خطيرة جدا جدا. هي اصلا شبه كيكه الشوكولاته بس مع اختلافات بسيطه كده هنعملها في الصوص بتاعنا اللي هنسقي بيه كده بين الطبقات. عايزه اقول لكم طعمها خطير يا جماعه. اللي انا اقدر يعني اضمنه لكم ان طريقتنا احنا جميله جدا جدا. سيبكم بقى من بلبن، سيبكم من اي حد تاني، تعالوا مع بعض نسمي الله ونشوف الطريقه مع بعض. هنسمي الله وننزل ببيضتين بدرجة حرارة المطبخ، طبعا على طول هنزل عليهم بفانيليا، باكت من الفانيليا البودر او نص معلقة صغيرة من الفانيليا السايلة. عندي بقى هنا كوباية من السكر، وعندي كمان معلقة كبيرة من الخل. بتشيلك الزفارة تماما، وكمان بتخلي الكيكة بتاعتك هشة جدا وطرية. ضربتهم مع بعض كويس جدا زي ما انتوا شايفين بالمضرب اليدوي، يعني لا خلاط ولا مضرب كهرباء ولا اي حاجه خالص. بالشوكه بالمعلقه بالويسك كده زي ما انت شايفه هتضربيهم كويس قوي. طبعا السكر مش هيدوب تماما معاكي في المرحله دي، ما تقلقيش خالص. هنزل بقى عليهم دلوقتي بربع كوبايه من الزيت، ويفضل يكون زيت يعني نوع نضيف شويه عشان ما ياثرش على ريحه الكيكه. بعد كده هنزل بكوبايه من اللبن، اللبن يكون دافي شويه، ما يكونش سخن قوي وما يكونش يعني درجه حراره المطبخ، علشان يدوب لي السكر تماما. في المرحله دي بقى مش هتلاقي اي اثر خالص للسكر، كل حاجه دابت معانا واختفت معانا خالص. في البوله بقى تانية كده هنحط كوبايتين من الدقيق بنفس الكوبايه يا جماعه اللي احنا شغالين بيها، اللي عايرنا بيها اللبن والزيت والسكر وكل حاجه. كوبايتين من الدقيق زي ما انتم شايفين بالشكل ده، بنخله تاني معاكم اهو. لازم تنخليه اكتر من مره علشان تضمني ان هو يكون نظيف ما يكونش فيه اي حاجه، وكمان يدخل هواء اكتر للكيكه بتاعتك. وانا بنخله كده هفضي عليه كيس من بيكنج باودر دريم او كيك شيف زي ما انت حابه براحتك. وكمان هنحط عليهم 3 معالق كبار من الكاكاو الخام الاسباني، علشان ناخد لون الكاكاو بتاعنا، سوري، ناخد لون الكيكه بتاعتنا البني الجميله. وكمان رشه الملح ما تنسيش، وننخل الكلام ده كله كويس جدا مع بعضه كده على الدقيق. هنقلبهم كويس جدا عشان نتاكد ان البيكنج باودر يعني اتوزع كويس قوي في الدقيق، وكمان الكاكاو منتشر في كل الدقيق، ما يبقاش مكتل في حته واحده. هنزل بقى عليهم بالخليط السائل بتاعنا اللي احنا ضربناه كويس قوي، ونقلب كويس جدا في اتجاه واحد، ما تروحيش وتيجي علشان ما تخرجيش الهواء اللي احنا دخلناه ده كله. نضفي الجوانب كويس قوي عشان ما يكونش فيها دقيق لسه ما تقلبش معاكي. طبعا زي ما انتم شايفين القوام تقيل قوي، انا ما كنتش عامله حساب على كده، انا كنت فاكره المقادير مظبوطه. نزلت بقى عليهم بحوالي ربع كوبايه من الميه المغليه. ما تقلقيش خالص، عايزه اقول لك الميه المغليه دي هتديكي نتيجه خطيره يا جماعه، شبه بالظبط يعني كيكه الحليب المغلي. هتنزلي بربع كوبايه من الميه المغليه، ادتني بقى قوام حلو جدا. جبت بقى الصاج بتاعي 30 في 40 مدهون كده مسحه من الزيت، او ورق زبده لو موجود عندك. فضيت الخليط بتاعي بالشكل ده واديله خبطتين كده زي ما انتم شايفين، وهدخله الفرن بتاعتي على 180 في الرف الوسطاني زيه زي اي كيكه عادي خالص. بس ده هياخد معايا من ربع ساعه لتلت ساعه مش اكتر من كده، علشان الكيكه بتاعتي ارتفاعها قليل. وهو بيستوي بقى في الفرن هنجيب بقى نحضر الصوص بتاعنا. عندي بقى هنا كوبايتين من اللبن الساقع من التلاجة، هضيف عليهم 3 معالق من النشا، و3 معالق سوري معلقتين من النشا كبار، و3 معالق من الكاكاو الخام الاسباني. وكمان عندي هنا 4 معالق من السكر او حسب انتي اللي عايزاه ايه. انا ضفت سكر تاني بعد كده بعد ما دقته، كنت حاسه ان لا انا محتاجه سكر اكتر. عندي كمان هنا قهوة سريعة الذوبان، هناخد منها معلقة صغيرة كده مليانة، أي نوع زي ما أنت عايزة براحتك. ونقلب كويس جدا على البارد عشان نتأكد إن النشا والكاكاو تقلبه كويس جدا. بعد كده هرفع الخليط ده على النار لغاية ما ياخد معايا غلوة، وبعد كده هيبقى معايا جاهز. أنا هنا حسيت إن الكمية قليلة، فضفت كوباية لبن تاني ومعلقة نشا تاني ومعلقة كاكاو تاني. والسكر زي ما قلت لكم أنا حسيت إن السكر قليل فضفت سكر كمان. احنا كده خلاص لما اخد معانا غلوة على النار، هو كده اصبح معانا صوص شوكولاته اقتصادي سهل جدا بدون اي شوكولاته. انا بقى هنا حبيت اضيف مكعب شوكولاته صغنن كده بشرته زي ما انتم شايفين، ومعلقتين زيت. والتكه اللي هتنقل الصوص ده في حته تانية خالص، تلت كوبايه من القشطه اللي هي وش اللبن. عايزه اقول لك تديله دسامه حلوه جدا، غناوه كده وطعم خطير جدا جدا. هنقلب الكلام ده كله كويس جدا كده مع بعضه. يبقى لو مش عايزه تضيفي الشوكولاته اللي احنا حطيناها دي ما تحطيش شوكولاته بقى دارك، شوكولاته حليب زي ما انت عايزه براحتك. قلبنا بقى الصوص بتاعنا ده كويس جدا جدا زي ما انتم شايفين. هتلاقي الخليط بتاعك ريحته خطيره وطعمه خطير جدا جدا. فضيه بقى كده في اي بوله كده او طبق على جنب علشان يبرد معاكي. وطبعا نغطي وشه علشان ما يعملش كده كتله على الوش، وطبعا يعني بيعمل كده طبقه مش حلوه. شايفين يا جماعه قد ايه الصوص ده طعمه خطير، ينفع في اي حشو في اي تزيين، بجد هيشرفك جدا.
جبت بقى نص كوبايه من اللبن، هضيف عليها معلقتين من الصوص الخطير اللي احنا عملناه ده، وطبعا هنقلبها، وده كده اصبح عندي تشريبه للكيك بتاعي علشان يكون اكتر هشاشه كده وطري جدا جدا. مش حابه تعملي الخطوه دي مفيش مشكله، عايزه اقولك الكيكه طالعه طريه جدا. الكيكه بعد ما اخدت معايا تلت ساعه في الفرن زي ما قلت لكم يا جماعه طالعه رهيبه. طبعا اختبرتها وهي في الفرن طلعت معايا الخله نظيفه ومش محتاجه اي وقت تاني خالص. هطلعها اسيبها تهدى شويه علشان اشتغل فيها، مش هشتغل فيها وهي سخنه ابدا. بعد ما بردت معايا بالشكل ده خرجتها بقى من الصاج. هجيب بقى القالب بتاعي اللي انا هشتغل فيه عشان تكون الفزعه بنفس الشكل بتاعت بلبن بالظبط. جبت بقى قالب التوست بتاعي او الانجليش كيك، وهبدا اخد بقى كده المقاس بتاعه زي ما انتم شايفين بالشكل ده. مش عندك القالب ده اعمليها في اي صينيه مدوره، صينيه مربعه، اعمليها في الاطباق الصغيره بتاعه الخشاف زي ما انت عايزه براحتك، او حتى في طواجن الفخار برضو براحتك جدا. بصوا قطعت معايا حوالي 3 ديسكات كده كبار، 4 سوري كمان، وخط كده رفيع يعني. تمام، هنجيب بقى كده القالب بتاعنا ونديله بقى كده معلقتين 3 من الصوص الخطير ده في القاع كده من تحت، ونحط بقى الطبقه الاولى بتاعتنا طبقة الكيك، ونديها تشريبة حلوة كده من الخليط اللي احنا عملناه، اللبن وصوص الشوكليت اللي احنا لسه عاملينه دلوقتي. وانزلي بقى بطبقات حلوة، انا عايزاكي بصي تبقي كريمة جدا في الطبقات الشوكليت دي، عشان هي بقى هتديها الشكل الخطير اللي بتشوفيه في الاخر ده، زي ما شفتيها كده في اول الفيديو. انا مكتره كمان الصوص علشان كده، عشان تبقى غنيه جدا ومليانه قوي الصوص الخطير ده. زي ما انتم شايفين طبقه والتشريبه بتاعتنا، وبعد كده طبقه الصوص وطبقه كيك تاني، وهكذا. انا هعمل 3 طبقات هنا زي ما انتم شايفين اهو. طبعا كان في مكان كده فاضي، زحزحت الطبقه الاخيره كده ومليته بالقطعه اللي هي كانت رفيعه ديت. تمام كده اهو. يبقى انا الطاجن بتاعي ده او القالب ده اخد معايا 3 طبقات كيك زي ما انتم شايفين، والتشريبه طبعا اهم حاجه هتخلي الموضوع بصوا في حته تانية خالص. طبقه الصوص كده في الاخر، وطبعا زي ما قلت لكم توصي كده بيها شويه، هتغطي بقى كل الحاجات المتكسره اللي على الوش دي، ومش هتبان اي حاجه خالص. تمام كده اهو. اي فراغ بقى امليه بالصوص الخطير ده. جبت بقى هنا بسكوت اوريو او بديل الاوريو، وكسرته كده كويس جدا كده قطع صغيره يعني كده، ونزلت بيه على الوش عشان ناخد شكل الفزعه بالظبط. مش عندي طب انا البسكوت اوريو او مش عايزه استخدمه، عندك اي شوكولاته كده بشوريها وحطيها على الوش، او الشوكليت شيبس اللي احنا بنعمل بيه الكوكيز، حطي اي حاجه. مش عايزه تحطي اي حاجه تاني برضو حلو قوي كده، احنا بس عايزين نعمل شكلها بالظبط عشان اوريكم قد ايه هي سهله وبسيطه، وتقدري تعمليها في البيت باقل تكلفه. وبكده خلاص خلصنا الطاجن بتاعنا. طبعا مش هنقطعه خالص دلوقتي، هدخله التلاجة مش اقل من 3 او 4 ساعات علشان نقطعه مع بعض. بصوا يا جماعه، انا هنا كنت عملت الطاجن ده وكمان عملت طاجن صغنن فخار، يعني كميه طلعت معايا يعني عدد حلو قوي. تعالوا بقى نقطعها مع بعض عشان اوريكم قد ايه شكلها خطير جدا. احنا بقى مش معانا الكارت اللي بيقطعوا بيه، اللي مش موجود في معظم المبيعات يعني. بصوا طلعناها بالسباتيولا بتاعتنا العاديه خالص اللي بنطلع بيها المكرونه بشاميل. شايفين قد ايه شكلها خطير جدا؟ شايفين الطبقات يا جماعه؟ حاجه والله العظيم خطيره جدا. صوص الشوكليت يا جماعه عامل قلبان، بصوا خلاها كده بتبظ وتلظ من كل حته. بجد يعني انت خليكي كريمه وانت بتحطي الصوص ده، انت تبقي كسبانه في الاخر. الكيكه يا جماعه بتدوب ذوبان. كمان التشريبه اللي احنا عملناها خلتها دايبه جدا مش مستحمله خالص. بجد يا جماعه بقت الكيكه في نفس قوام الصوص بتاعنا اللي احنا عملناه، كله كده يعني فلافي، حاجه كده طريه جدا جدا. لا وكمان بقت احلى واحلى لما باتت معايا لتاني يوم. بجد كانت خطيره، كلها كده شربت من بعضها وكلها بقت قوام واحد، وبقت حاجه بصوا يا جماعه في منتهى اللذاذه. اللي انا اقدر اضمنه لكم ان انا الكيكه بتاعتي عاملاها حلوه جدا، طعمها خطير جدا. انا ما اعرفش فازت بلبن طلع حلوه ولا لا، في ناس شكرت فيها وناس قالت عليها ان هي مره قوي. تقريبا هي مره جدا علشان مستخدمين دارك شوكليت، فده ممكن تتفاديه لو انت استخدمتي شوكولاته بالحليب، بتكون طعمها حلو جدا. بس المقادير دي انا اضمنها لكم هتطلع معاكم احلى فزعه بجد خطيره جدا جدا. جربوها بالطريقه دي والمقادير دي، ومستنيه رايكم في الكومنتات، وبجد هتعجبكم ان شاء الله. وما تنسوش لايك الفيديو، واشوفكم على خير. باي باي.